كلام عم طلعت عن جواز ابو ادم وعن الكلام اللي اتقال، وهل الكلام ده صحيح ولا دي اشاعات ولا ده حقيقة ولا ايه؟ كله ده يا حبايب قلبي هنعرفه الفيديو النهاردة، وهتشوفوا مع بعض رأي عم طلعت في اللي حصل ده، وهيكون رده ايه عليا لما اواجهه واتكلم معاه. تمام، زي ما اتفقتوا معايا وقلتوا لي يا فاطمه دخل حد من اهله وكده. انا طبعا دخلت ابوه في الموضوع، وهتشوفوا رده في الكلام دوت يا اخواتي، وهنشوف مع بعض ايه اللي حصل. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخباركم ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا يا رب في اتم صحه، وتكونوا يا رب في احسن حال. صلوا بينا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وزيدوا النبي صلى كده يا حبايبي. ويلا كده يا حبايب قلبي نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي، ونسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندخل على الفيديو كده يا حبايب قلبي. عايزاكم تتابعوا الفيديو ده يا حبايبي. تمام، تابعوا الفيديو للاخر وانت هتعرفوا كل حاجة، وتسمعوا كلام عم طلعت وتشوفوا وانا عايزة رأيكم برضو، رأيكم على الكلام اللي هو هيقوله. تمام. لو في اي ملحوظة يا حبايب قلبي زي ما اتعودتوا طبعا ان انتوا تكتبوها لي، لو انتوا شايفين اي حاجة في الموضوع، اي غلط، اي ملحوظة كده انتوا بتلاحظوها طبعا اكتبوها. تمام. اي رأي طبعا انا بحب ان انا اشاركه، يعني اشاركه في كل حاجة، والله العظيم مش بخبي عنكم اي حاجة. فربنا كده يا رب يبارك لي فيكم ويخليكم لي يا رب، ويسعدكم يا قادر يا كريم يا رب. طبعا قبل ما نبدأ اي كلام في الفيديو، احب طبعا اشكر كل الناس الجديدة اللي دخلت عندي، شكرا ليكم نورتوني. وبشكر طبعا اخواتي وحبايبي اللي دايما كده، يعني ما انسيني في القناة ومونسيني رافعين راسي، يعني دايما كده بيسمعوا لي يعني بصوا، لو انا مثلا عندي اي مشكلة كده دايما بيفتحوا لي قلبهم كده وبيسمعوني بصدر رحب. يعني بحب ان انا فضفض معاكم فبتسمعوا لي وكده، فربنا يخليكم لي يا رب. شكرا ليكم والله، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا، اللهم امين. انتوا والله مثابة اهلي واخواتي، والله ربنا يعلم، اقسم بالله ربنا عالم. فربنا يسعدكم يا رب ويجازيكم عنا خير يا قدر يا كريم. طبعا يعني كومنتات كتيرة قوي يا فاطمة ليه انت ما بتدخليش حد من اهلك؟ هو يعني اهلك ليه ما بيحبوكوش؟ مش عارفة ايه. ما فيش حاجة اسمها اهلك ما بيحبوكيش ولا انت ما بتحبيش اهلك ولا الكلام ده. لا طبعا ما فيش اي حاجة بيني وبين اهلي، ما فيش اي حاجة وحشة بيني وبينهم. انا بحب اخواتي واخواتي برضو بيحبوني، وابويا وكلهم على راسي طبعا. بس يا اخواتي يعني بص هقول لك، هنا كل البيوت فيها اللي مكفيها. تمام. فالدنيا تلاهي، يعني كل واحد والله وشايل برضه كل واحد يعني. ما فيش حد خالي، ما فيش حد خالي من الهم، ما فيش حد خالي من الزعل، ما فيش حد يعني مخه كده خالي، ما فيهوش اي مشاكل. فالبيوت كلها يا جماعة شايلة ومعبية، محدش ناقصه. تمام. بس يعني مش معنى، يعني معنى كلامي دوت، ما انت يا فاطمة ما انت بتيجي اهو وتحكينا عشان انتوا قريبين جو ليا. مش دايما يقولوا لك ايه؟ الجور اقرب من مثلا من الاهل. لما يكون مثلا انت مجاورة حد قريب منك، ممكن يعني لو عندك اي مشكلة تحليها مع جورتك او كده، بدل ما تروحي لو اهلك مثلا في بلد تاني فهم بيبقوا قريبين عنك. ماشي يا عبودة. تمام. يعني كده انتوا فاهمين انتوا. فانا عشان كده والله بحب ان انا احكي لكم، وبعدين انتوا بتفيدوني، وانتوا من الناس الوحيدين والله اللي بفتح قلبي ليكم، ومش ببقى عاملة اي تكليف ولا بتكسف من اي حاجة وانا بتكلم معاكم. مش بحب حتى ولا بخبى عنكم حاجة يعني. وبعدين انا عاملاكم برضو اهلي، يعني انتوا مش غربة عني.
ما فيكم برضو اللي بيتابعوني مش كلكم يعني غربة عني، مش كلكم ما تعرفونيش. عيلتنا كلها بتتابعنا على فكرة يعني. وجيراننا القدام وجيراننا اللي هنا اللي كنا عارفينه من ناسنا، جيراننا القديمة، الناس يعني ايام زمان وكده، برضو كل الناس دي موجودة بيتابعوني وكده، فما فيش حد غريب. انتوا مش غرب، ما انتوا اهلي، انتوا اللي بقول لكم. يعني اصلا ايه يعني بلاقي ايه، الاقي كومنتات كتيرة تتكتب، طب انت ليه ما بتروحيش لابوك، لاخوانك، لاهلك، مش عارفة ايه. طب ما هو انتوا ايه، ما انتوا برضو اهلي، فاهمين انتوا. بعدين بصراحة انا مش محب ايه، آه عمر في حياتي يعني ما زعلت انا وابو ادم من زمان خالص، من يوم ما اتجوزنا صراحة ربنا يعني. عمري حتى ما زعلت مع مثلا في، يعني مش هقول لكم ما زعلناش، يعني في البيوت كلها بيبقى فيها مشاكل، بين اي واحدة وجوزها بيبقى فيه مشاكل، حتى لو خلاف عادي يعني، لو حاجة عادية. فعمر ما وصلت الامور ان انا اروح اشتكي لاهلي، فاهمين انتوا يعني كده. وبعدين احنا مش غرب، احنا هي العيلة واحدة، تمام. انا بنت عمته، انا بنت خاله وهو ابن عمتي، فتلاقوا ان العيلة اصلا واحد، ما فيهاش حد غريب، ما بيتدخلش فيها حد غريب، فاهمين انتوا. بس فهي واحدة يا جماعة فينا، انا مش عاملة تكليف بين حد. بس فانا عمري ما رحت اشتكيت مثلا لاخواتي الاهلي كده عن جوزي، فاهمين انتوا. بس فايد الموضوع، انما ما فيش اي مشاكل بينه وبين اي حد، لا قريب ولا غريب، والحمد لله. بس وبعدين الدنيا تليه يا حبايبي، الدنيا تليه وربنا يا رب يصلح حال الجميع، يا قادر يا كريم يا رب، اللهم امين. وما يجيبش حاجة وحشة لحد ابدا، اللهم امين يا رب. بس كده يا اخوات، فانتوا ايه، فانا قلت ايه، اقرب حد طبعا لابو ادم هيكون مين؟ ابوه، تمام. بس فانتوا هتسمعوا رأيه في الموضوع كده اخر الفيديو، تمام. ده انتوا مش بتتابعوا اخر الفيديو على فكرة. انا على فكرة لما بتكلم معاكم مثلا في بداية الفيديو في حاجة، بقول لك يعني ايه كان مقصدي منها. انتوا لو تابعتوا الفيديو كله هتبقوا عارفيني انا اقصد ايه بالكلام ده. انما كتير منكم، مش كلكم بصراحة، مش كلكم، عشان ما جمعش، مش كلكم بيتابع، بس ممكن ياخد العنوان، ممكن كمان حتى ما يتابعش الفيديو، اللي هو ايه دي كاتبه العنوان مثلا، مثلا ابو ادم متجوز عليا ومش عارفه ايه والكلام ده، ناخد العنوان وراح اكتب بيه، اكتب كومنت مثلا اللهم صل على حضرة النبي. ده انا بمثل لكم، ده مثلا اصلا في ناس كتيرة كده، محدش يعني يقولوا ايه، احنا ناخد من العنوان فكرة ونكتب بها وخلاص، احنا لسه هنسمع. وخلي بالكوا، ده خلي بالكم مش عندنا بس، عند ناس كتيرة جو، يعني في ناس كتيرة بلاقوهم كاتبين العنوان كذا. انا خلي بالكم من مدمنين ان انا مثلا اروح مثلا اشوف القنوات التانية، اروح اعمل ايه، بقى اخد العنوان واروح انا لسه هسمع الفيديو دول ادور جال في الكومنتات، ما بفهمش اي حاجة، لان معظم برضو اللي بيكتبوا الكومنتات بيبقوا زي كده. فلو انتوا عايزين تفهموا حاجة يا اخواتي وانا بتكلم فيها، تابعوا الفيديو للاخر وانت هتفهموا كل حاجة، عشان ما تجوش تلوموني، ما تقولونيش حاجة انا ما قلتهاش، او مثلا ما تظلمونيش بحاجة انتوا فهمتوها غلط، فاهميني. بس انا بقول لكم يعني ايه، انتوا نصايحكم ليا على راسي، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. بس انا بتكلم على اللي ايه، اللي يعني بصوا، اللي هم قليلين يعني، اللي هم مش بيبقوا فاهمين الموضوع صح، وبيظلموا الواحد بالكومنت بالكلام كده يعني. فانتوا يا اخواتي ايه، عايزين تفهموا مني اي حاجة تسمعوني وانا بتكلم معاكم، ما تاخدوش فكرة من العنوان بتاع الفيديو وتجروا تكتبوا كومنت. بس كده، هو ده كان اللي انا كنت عايزة اقوله، عشان خاطر محدش يفهم حاجة غلط.
وربنا يخليكم لي يا رب وما تحرمش منكم ابدا، اللهم امين. طبعا يا حبايب قلبي انا قلت اروح اجيب شوية طلبات وكده. الطلبات دي انا جايباها بقالها فترة طويلة، من يعني ممكن من اول الشهر او كده. فرحت قلت والله لا راح اروجها واحطهم في العلب، لان انتوا خلي بالكوا انا ما كنتش يعني كنت بجيب مثلا كيلو رز ارصه احطه كده زي ما هو بكيسه، كل المكرونه نفس الكلام. بس انتوا اديتوني فكره حلوه جوه فكره العلب دي. والله يا جماعه نصيحه فعلا كل ست بيت، اقسم بالله تجيب العلب دي منظمة جو، خلي بالك، ونظافة كمان احسن 100 مرة من الاكياس. الاكياس دي بتاخد وقت معاكي وبتاخد مكان مساحة، انما العلب بتبقى مش واخدة مكان خالص وبتلملك كل حاجة. يعني انا العلبة دي خلي بالكوا شالت 8 كيلو رز، والله علبة حلوة جو على فكرة، اقسم بالله جميلة. انا فضلت ادور على ان الاقي مثلا حجم كبير زي ده التاني، بصراحة ما لقيتش، ما رحت ما جبتش غير العلبتين دول، دي وواحدة تاني برضو شبهها كده، هما دول اللي لقيتهم اللي هما الشفاف. التانيين بقى اللي انتوا شايفينهم دول اللي مثلا الغطا بتاعهم لونهم اخضر احمر مش عارفه ملونين يعني، دول جايباهم يمكن من اللهم صل على حضرة النبي، من امتى يا بنت يا فاطمة، اللهم صل عليك يا نبي، يمكن كده يا اخواتي ادولهم يجي 3 سنين عندي وزيادة كمان، ادولهم فترة طويلة. وبرضو انتوا اللي كنت قايلين لي عليها ما كنتش عارفة يعني ايه هي المنظمات دي. وبصراحة بتروح اتكسف لما بكون مثلا مش عارفة الحاجة وما استعملتهاش قبل كده، بروح اتكسف ان انا اسال عليها، تصدقوا دي والله بجد. الا لما بشوفها قدامي بروح اجيبها على طول، بابا مش عارفه اسمع حتى. فالحمد لله والله انتوا بتشوروا عليا كتير وبتفيدوني في حاجات كتيره جوه، ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا، اللهم امين. بس فطبعا زي ما قلت لكم كده يا اخواتي، يلا بقى مين يا حبايب قلبي وصل لغايه هنا وما حطش اللايك، حطوا اللايك كده يا اخواتي، ربنا يسعدكم يا رب. الفيديو اللي فات طبعا مين اللي ما حط، اللي وصلت لغايه هنا تقول انا حطيت اللايك في المكان كذا، طبعا كله كاتب ربنا يسعدكم. المره دي بقى اللي وصل لغايه كيس المكرونه الكبير ده الحجم العائلي ده يقول لي يا فاطمه انا حطيت اللايك وانت بتكب كيس المكرونه الكبير. تمام. الحبه بتاعته حاسه انها غامقه شويه، حتى قلت للراجل هي ليه حبه بتاعته غامقه، قال لي هو كده هي طب بص يا اخواتي دي افتح من اللي انا كبيتها، نفس المكرونه ونفس المنتج اسمها الكوثر، دي هي دي، وبرضو دي غامقه، اللي من تحت غامقه واللي من فوق اللي انا كبيته اخر حاجه ده فاتح شويه عن، فمش عارفه لما تكون المكرونه غامقه تبقى ايه عيبها يا حبيبي والله. بس الشعرية برضو فاتحة وجميلة، انما هي زي ما وريتكم اللي هو الكيسين الكبار دول اللي كانوا غامقين جوه، اما باقي اللي كيس رفيع الصغيرة دي بص فاتحة وجميلة بصراحة حلوة شكلها حلو. قولولي بقى الغامقة دي ايه عيبها، يعني هو كده تبقى المكرونة بايظة ولا ايه، بدل ما اعملها للعيال ويتعبوا بعد الشر. قولولي يا اخوتي لو كان كده والله ارجعهم، اوريهم للراجل ارجعهم له، قال لي عادي، قال لي لا عادي، مش عارفه بقى. بس كده يا حبيبي حطيتهم في كل العلب، حتى العلب دي كنت جايباها مثلا احط مثلا فيها جبنه بتاع كده، رحت حطيت فيهم والله الحاجه نفعتني والله، لمت الدنيا كلها. غسلت كل الحاجات دي يا حبيبي والله خليتهم زي الفل اليوم كله النهارده وانا واخداها هده، يعني من صباح ربنا وانا انا عامه دايما بحب اروج الدنيا في الليل، يعني بلاقي الليل كله كده بحس ان الليل طويل سلبة مش عايز يخلص خالص، فبقول هعمل طيب طول الليل ده ضيع الوقت ده كله، فبسلي روحي بقى اقعد انضف اروج اغسل اهد الدولاب اجيب عليه وطيه. والله بجد زي ما بكلمك اشوف مثلا الهدوم اللي انا مش محتاجاها كده
الهدوم اللي انا محتاجاها، بقعد افنط الدولاب واروج واطبق، اشيل حاجات مثلا ملهاش لازمة كده يعني. وبضيع الوقت. هعمل ايه طول الليل؟ بنام يا جماعة. عارفين اول ما النهار يصحى، اول ما النهار يعني يشكشك كده، اروح انا انام. الناس تبقى هي تصحى من النوم وانا ابقى هي انام. تخيلين؟ والله ما بطمنش غير لما بلاقي الصبح جه. هنعمل ايه؟ طب الحمد لله. مش الواحد برضو يعني انتوا عارفين بقى يعني مش معرف. جبت كم كتكوت كتاكيت بيضة بعيد عنكم مطلعين عيني، وانا مشغل عليهم المروحة وقاعديلهم. هعمل ايه؟ الجو حر عندنا، وبعدين الطيور مش مستحملة، فقلت ايه، احطهم هنا واشغل عليهم المروحة عشان الفراخ البيضة دي ما بتستحملش خالص والله. يلا الحمد لله. بس رصيت الدنيا كلها هنا كده وظبطت الدنيا. ده كان في النهار بقعد. انا متعودة والله ان انا اروق كل حاجة بالليل، واتسلى انا وجانا انا وادم كده، ونتسلى مع بعض ونقعد نروج الدنيا. فالمرة دي بقى قعدت طول الليل وانا بغسل مثلا واطبق الهدوم والكلام ده. وفي النهار قلت ايه، ادخل على المطبخ دوت اجيب عليه واطيه. والله ما عجبنيش شكله كده، وقلت ايه ارتبه شوية. بس فهو طبعا كان مرتب وكله زي الفل، بس برضو يعني قلت ايه، والله لا راح اظبط الدنيا كده واعمله. بس رحت لميت كل المواعين اللي عندي، غسلتها ولمحتها وخليتها زي الفل. وبعد كده دخلت بقى على الحوض تحت الحوض وكده، ولميت الدنيا حواليا، ما خليتش فيه حويس. اكتر حاجة بتضايقني يا اخواتي الكراكيب يا بوي، بتعصبني، بتعمل لي ازمة كده. وبصراحة هي اللي بتبقى بشكل بكيان البيت. والله اي حاجة زيادة فعلا نصيحة مني ما تخلوهيش. لو حاسين ان انتوا ملهاش لازمة، او مثلا لها لازمة يا ست مش محتاجاها دلوقت، يكون عندك كده مكان لما حاجتك فيه. طبعا النصايح دي واخداها منكم، انا عملت كده بسبب كنت والله، عشان خاطر والله يعني ايه، لا تلم حشرات ولا كده. وخصوصا اليومين دول الجو سخن، يعني الجو حر جو الايام دي. تلاقي النمل بقى بدأ يسرح يملى البيت. احنا عندنا يا اخواتي كمية نمل يعني فظيعة والله العظيم ما اقولكوش، وخصوصا في مدخل البيت برا. والله العظيم نمل فظيع. صحيح يا حبيبي، اختي اللي بتقول لي يا فاطمة حاول ان انت تأجر البيت الدور التاني يعني كده، اجريه وتستفادي بالايجار بتاعه. بصي يا حبيبة قلبي، انا ما احبش حد غريب يعيش معايا في البيت، ما ينفعش. يعني اذا كنت ما كنت رافضة اصلا الموضوع دوت وبدا معايا، ما دلوقتي اما كل واحد اجيب ناس غريبة تعيش معايا؟ لا انا مش مستأمن حد بصراحة يعني بالزمن ده. يعني يعني بص يعني حاجة كده اسمها ايه يا رب، يعني حرص ولا تخونش، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش. وبعدين عندنا احنا في الارياف هنا ما ينفعش ان انت تدخل حد غريب بيتك، حتى لو هتقعديه بالجور. ما ينفعش يا حبيبتي. انا قافله باب على نفسي وعايشه كده مع نفسي ومع وليدي، ما ولا بحتك بحد، لا قريب ولا غريب والله بجد زي ما بقولك. بس هي عشان الانبوبه شطبت سربت، فروحت ندهت العم طلعت، جبت له توك توك وخدها معي. انت اتصلت بيه وقلت تعالى انا عايز ايه؟ ما هو يا عم طلعت زي ما انا حكيت لك الموضوع. في واحده اسمها فوتيه ما تكتب في القناه وتقول لي جوزك يتجوز عليكي ومش عارفه ايه، وهيجي هجيبها تعيش معاكي في البيت وشفت على القرعه ومش عارفه ايه طب ازاي؟ ده جالك نتكلم المعروف يبقى المجتمع عادي. ازاي من الكويت وعارفه ان ابني يتجوز واحده؟ كيف تيجي كيف طيب؟ تيجي كيف وريني انت. يمكن اسمع انا معلش يعني هي كانت عارفه معاكم 3 عيال وجوزك يتجوز واحده من عصفور عشان ده ما ينفعش الكلام ده. واحده اما ترمي كلام عليك انت وجوزك عايزه تخدم كلام مش هينفع، ما ينفعش الكلام.
مش واخدين بالكلام. احنا لا عندنا حد اتجوز، هو يعني داري ياخدها، هو ابوه خد اتنين جنبيه ولا خده؟ ما ينفعش يا بيه. ده انت معاك 3 عيال وهو كيف يتجوز عليك؟ وبعدين بتقولي لي ان الكويت الكويت وجاي هنا ليه؟ كانت عارفه فيه. ده جاي من عبد الكيف، يعني من الكويت وجبت على السرعه كيف كيف يعني. طبعا يا حبايبي سمعتوا كلام عم طلعت عشان خاطر ايه تبقوا يعني. بص انا عايزه ردكم، يعني عايزه رايكم كده في الكومنتات، تكتبوا لي ايه رايكم في الكلام اللي جاله عم طلعت وكده يعني. تمام. بس فانا بص جانا قاعده تلعب شايفه نفسها جوه البتاع وهي بتصورني، فعماله تلعب رايحه جايه رايحه جايه. علينا معايا مشكله. تقول لي يا ماما عامل زي المرايات البتاع ده، انا قاعده بلعب فيه. قلت لها العب مع نفسك يا جور، اعمل اللي انت عايزاه. هي بتصور شويه وادم يجي يصور شويه، هنعمل ايه طيب؟ ودينا نقول يا هادي. انا قلت والله اتشجع، ما كنتش عايزه اعمل فيديو، بس قلت ايه اتشجع كده، طالما كده انا بروج وبعمل، ادخل معاكم في فيديو بس. والحمد لله على كل حال، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. مستنيه طبعا يا اخواتي مستنيه رايكم في الموضوع دوت، ومستنيه يعني انتوا اكتبولي شوفوا يعني ايه اللي من وجهة نظركم اللي هو كان المفروض ان هو يتجيل وما اتجالش. تمام. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بس فاكتبولي كده يا حبيبي إيه اللي ممكن انتوا من وجهة نظركم ان هو المفروض يحصل، المفروض ان هو يتجيل كده يعني. تمام. والله العظيم انا بستفاد منكم على فكرة، بستفاد منكم جدا. البتاع الكشاف جانا بتقول لي بص يا ماما الكشاف منور جوه البتاع. والله ده انا فعلا انا خدت بالي دلوقتي، ما كنتش واخده بالي. بعيد عنكم النور بتاعه يا ساتر يا رب ضارب في عينيا حاليا وانا والله بسجل معاكم الفيديو. عندها حق. شدوا حيلكم معايا كده يا اخويا، الله يبارك لكم. اللي نسي اللايك يا حبيب قلبي حط اللايك، يقول شوفناك يا جنى وانت بتعمل. تقول لك انا هشوف الناس هياخدوا بالهم منه ولا لا. انا فتنت عليك وقلت لهم ان انت باينه جوا، هي عاملاها مرايه، انا بقول لها جوا المرايه بتاعه المطبخ. لعلمك يا اخويتي المطبخ ده حلو جدا. انتوا عارفين انا سلفتي والله هتموت وتعمل مطبخ زي ده. تقول لي اقسم بالله يا ام ادم ما شفت في جميله. تقول لي انا مش عارفه ازاي انت اصلا مش حاسه بقيمته. بالعكس انا مش قصه انا مش حاسه بقيمته. بصوا هو يعني الوقت كل ما بيروح في موديلات بتظهر اكتر احسن، في الوانات كمان بتظهر. هو لونه برضو مش وحش، وهو مش تصميمه مش وحش، بس ما قلتش ان هو وحش. في الوانات طالعه الايام دي احلى يعني. بص هو الالوان مش قصدي يعني ان هو وحش، بس الالوانات اللي طالعه اليومين دول يعني برضو حلوه، مش كده. مش قصدي ان انا اقل منه ولا حاجه، فاهمني. جبت البتاع دوت وكنت عايزه عم طلعت يركب لي الانبوبه، بس هو قال لي انا خاف لحسن المنظم يتكسر بتاع ان انا بدلت ما اطلع وبنزل وكده. والله حبيت ان انا اخليه هنا وايه بقى واشغله زي كده، بعده شويه كده عن المفتاح بتاع الكهرباء الكوبس ده واشغله هنا، والله يبقى حلوة. بس واجيب الانبوبة، فاساسا ما ركبهاش، فقلت يلا بقى مش ضروري دلوقتي. هعمل ايه؟ انا عايزه ان انا اشغله هنا والله، بدل ما انا على فكره والله رجلي وجعاني جو من كتر الطالع نازل طالع نازل. اقسم بالله بشتكي من رجليا طلع والنزول ده، وظهري وجعني برضو والله من كتر كل شويه اطلع انزل اطلع انزل. اجي اعمل مثلا كوبايه شاي اطلع وانزل، اجي مثلا اعمل اكل العيال اطلع وانزل، اجيب مواعين من فوق واطلع مواعين فوق ومش عارفه ايه. فهدت حيل والله بجد. فهينفعنا لو البوتاجاز اشتغل هنا حتى لو الشعلة دي. بص يا اخواتي بحب ان انا اجيب الحاجه اعملها في البيت. ده يا اخواتي اللون ورد ده شاور حلو جدا، شاور وشامبو مع بعض تحفه اقسم بالله.
رغوة عالية جدا وريحة وحلو جدا على فكرة، قسما بالله حلو بجد. وعلى فكرة انا حاطة عليه كمان ايه بلسم، بحيث ان انت تغسلي شعرك بيها وكده ما يبقاش يخلي الشعر نيشف، لا يخلي الشعرية كده طرية وحلوة جدا. والله العظيم حلوة جدا. مش بلسم، انا حاطة عليه ايه يا رب، اللهم صل على حضرة النبي. اسمه ايه يا جنى بتاع اللي عامل زي الزيت ده اللي اشتريناه من العطورة؟ مش ما اسموش بلسم، اسمه ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. اسمه ايه يا بنتي يا فاطمة؟ جليسرين، اسمه جليسرين. حلو جو والله، وبيطري كده وجميل والله العظيم. بس جبت جزازة كده وكبيتها عليه، جبتها من العطورة، خيم حلوة نظيفة، مش من اللي هو الجاهز ده، لا ده خيم. بصي يا جماعة، الجزازة دي بودرة للصراصير. ان انا كنت السنة اللي فاتت كنت واخدة عين في البيت ده والله العظيم، يعني ما اقولكوش، عين كانت حاطة في البيت، حاطة والله البيت كان بينغل صراصير. طب وانت قاعدة كده تلاقي الصراصير، تبص حواليك تلاقيها صراصير صغيرة وحشة. فرحت جو ولا معرفش باين من انبوبة جبتها، مع كان فيها بيض بتاع صراصير وفيها جزبجة وملا الدنيا. المهم كنت عمالة بحول حاجات عشان خاطر، وتصدقوا بالله طلع لوحده، والله العظيم اختفى لوحده الحمد لله. هي كانت عين على فكرة، والله كانت عين بس، فالحمد لله. ومن ناحية برضو المطبخ انا كنت عايزة بصراحة نفسي نبص عبده التيشيرت بتاعه ما ينور، خلي بالكوا ده مش نور، ده مش اضاءة اصلا، ده هو من بصي يا اخواتي حاجة كده بتعكس الاضاءة بتخليه كأنه تمنور، شكله حلو بصراحة. في التيشيرت بتاعه والتيشيرت بتاع ايدم برضو نفس الكلام كده، بيبقى عامل بالشكل ده. بصي يا اخواتي كم خلطة انا عاملاها، عاملة خلطة الشاور ده اللي وريتها لكم، وعاملة اللهم صل على حضرة النبي خلطة البريل. ما بقيش عندي اعصاب، مش قادرة حتى ان انا افتح البرطمان وهو فاضي، اقسمت بالله. دي يا اخواتي خلطة بغسل بها البلاط، حلوة جدا اقسمت بالله، عسل عسل عسل. بتنضف البلاط وبتدي ريحة حلوة جدا والله العظيم. مجموعة حاجات على بعضهم وانا عملت تركيبة كده، تركيبة غريبة شوية، هي جبتها من الراجل بتاع المنظفات وعملتها، بس بجد بجد والله بتخلي البلاط في حتة. انتوا حتى لو تاخدوا بالكم البلاط بتاعي فاتح قوي، يعني والله العظيم حلو جدا. خلي بالكم الخلطة دي جميلة، وبحط نقطة صغنطوطة جد كده وبمسح. بصوا انا كنت حاطة نقطة صغيرة كده والله، ورحت ايه، بصوا بتعمل ايه للبلاط، بتنضفه لو في اي حاجة اي بقعة بتطلع. والله بجد خلطة حلوة جدا. ان شاء الله باذنك يا رب كده بفكروني في الفيديو ده واعمل لكم الخلطة دي باذن الله، باذنك يا رب، او اعملها لكم في فيديو، بس انتوا بفكروني تمام. بس انا مش هقدر اعملها دلوقتي، ما انا عندي الحاجة هعملها وادها فيه، يعني لما تخلص تمام، عشان ما بقاش كدابه. ما اقولكوش مثلا اوعدكم واقول لكم هعملها لكم دلوقتي وانا مش هقدر ان انا اعملها دلوقتي تمام. مش عارفه مين مشغل الموتور، مين يا جن؟ صوته عالي جو مزعج، ومش عارفه اني اكمل تسجيل. انتوا سامعينه؟ سامعين الموتور؟ حاجه بعيد عنك وفظيع. اكيد السخان بيملى اسمه ايه الخزين بتاع الفلتر. بص صوته يا ساتر، ازعاج اجركم الله، صوته وحش جو، ما يرك البيت رك والله العظيم. الحمد لله، هنعمل ايه طبعا. المهم بقى يا اخويتي خلاص سيبيه يا جن، تلاقي ادم فوق. فروحت ايه بقى، روقت الدنيا كده ومسحتها. ولما بص يا اخوتي والله من غير دعك ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله، مجرد بس ان انا بمشي المكنسه كده ادعك ودعكه بلاقيه يبرك، اسمه ايه، يبرك، اسمه ايه انت بتقولها؟ يبرق. يعني بيخلوا الارضيه كده بتلمع، يعني فاهمين. ده الشاور جيل بتاعي حلو قوي، ريحته تحفه والله العظيم، ريحته جميله فظيع. خلي بالكوا كل ما تقلبي فيه كده بتلاقيه بيتقل تمام، حلوه جدا. انا بوريكم الخلطه بتاعتها، انا كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده.
تمام باذن الله. يعني ابقى اعمل لكم شويه خلطات كده المنظفات وابوريها لكم. بص البلاط بيلمع ازاي، مرايه مرايه، تشوفي نفسك في البلاط وانت واقفه والله العظيم. بص عبودة جاي بيبوسنا كده، على فكرة عايز حاجة، دايما لما يبقى عايز منا حاجة يعمل الشويتين دول بتاع مصلحته. لا بس حنينين وليد، والله حنينين قوم. بص بيغص جانا، بتقول له جانا ولا ماما يا عبده، يقول لها مامي، تقول له مامي ولا جانا، يقول لها جانا، يعني بيختار الاسم التاني. بس الحمد لله على كل حال. يلا يا حبيب قلبي، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. بتمنى يا رب يا رب نكون اديتكم طاقه ايجابيه النهارده، بدل ما كل يوم تقولوا لي تبقيت طاقه سلبيه. انا ما احبش اصلا النكد. يلا يا حبيبي اشوفكم على خير ان شاء الله مع بعض كده في فيديو جديد. مع السلامه.